أود أن أتحدث عن كيف حدث الأمر. أنا لست شخص، أنا مناضل. آخر شيء أفكر فيه هو شخصي. قد يراه الناس إهمال، وقد يراه الناس عدم اكتراث، ولهم الحق، ولكن هذا طبعي. وأيضا حتى ولو كان هذا طبعي، أنا لا أعتقد 100 سيارة مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تأتي وتطوق المنطقة، منطقة الفنادق، منطقة فندق كورنثيا، تقفلها بالكامل في منتصف الليل وتجعل بوابات وتمنعها من المارة أن يحدث هذا الأمر دون أمر من قيادة. 100 سيارة تتحرك بهذا العدد بهذا التسليح، هذا أمر انقلابي، أمر انقلابي، انقلاب على الشرعية. جاءوا بأوراق مزورة أن عندهم أمر من النائب العام، وأرغموا إدارة الفندق على أن يدخلوا، ودخلوا وجالوا في كل الغرف، أيقظوا الكثير من النزلاء، دخلوا لبعثات دولية وبعثات دبلوماسية، روعوا الموظفين، صرعوهم على الأرض، أخذوا أسلحتهم، أساءوا لهم بالقول، سرقوا معداتهم، سرقوا مقتنياتهم، أخذوها نهبوها. وأيضا فيما يتعلق بي، جاءوا إلى الغرفة، فتحوا الغرفة عنوة وأنا في وسطها، ودخلوا علي واقتادوني. طبعا لا أستطيع، أنا شخص لست مسلحا وليس لدي سلاح ولا أحمل سلاح بالمطلق. أنا عشت طول عمري مطارد من القذافي، ممكن أن أقتل في أي شارع من شوارع العالم. لم أحمل سلاح في حياتي لأني لست رجل سلاح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا هكذا يعني. بعد ذلك نهبوا كل ما في غرفتي، حتى الملابس الداخلية، البدل، المعاطف، شنطة أوراق فيها البريد الذي أشتغل عليه في الليل في قبل أن أنام، وثائق مختلفة، عدد من التليفونات، جهاز كمبيوتر صغير آيباد، وأوراق مختلفة. هذه الأوراق قد تستعمل. أنا سمعت أن أحد الأوراق في رسالة موجهة للنائب العام ليست لدى أحد، لدي ولدى النائب العام، فسمعت أنها نشرت البارحة أو أمس في الإنترنت، الدليل على أنهم نشروا هذه. أنا أحمل المسؤولية لهؤلاء، أحمل المسؤولية لهؤلاء في استعمال هذه الأوراق أو تزويرها، لأن هذه العملية وراءها خصوم سياسيين، وراءها جهة سياسية تريد أن تسقط الحكومة. وهذه الجهة السياسية بدأت منذ تشكيل الحكومة وليس لها هم إلا هم إسقاط الحكومة من خلال مؤتمر الوطني العام. وقد فشلت في جلسة يوم الثلاثاء أن تعمل شيء، وفشلت في جلسة يوم الأربعاء صباحا في التفاهم مع بقية فرقاء المؤتمر الوطني. جزء من هذه الفئة التي فشلت هم وراء هذه العملية، لأنني في عشية حدوث هذه العملية كنت مع أحد الأشخاص من هذه الفئة، وحدثني حديث في أحد مكاتب المؤتمر الوطني العام. هذا الحديث الذي قاله لي هو نفس ما قاله لي المختطفون عندما كنت معهم، بالنبرة، بالكلمة، بالأسماء، بالحيثيات، ورد هذا الكلام. الجماعة هذوم قالوا لي أنهم من غرفة ثوار ليبيا، وقد صرح أحد الأشخاص وقال إنه حقق معي. أنا لم أرى هذا الشخص في الإذاعة، ولكن علمت من خلال قسم الإعلام إنه تحدث، واسمه العقيد خالد الصويعي، قال إنه حقق معي وقال معلومات غير صحيحة. هو سألني سؤال واحد في باب واحد، وهو يسأل فيه عن
هل أنت حملت الجنسية؟ نعم. فقلت أنا حملت الجنسية الألمانية وتنازلت عنها. فإذا كان غير هذا السؤال لم يتعرض لأي شيء آخر. فهو ادعى أن السيد رئيس المؤتمر طلب مني الاستقالة، وهذا لم يحدث. لم يسألني رئيس المؤتمر، رئيس المؤتمر جاني مواسيا، كان الحديث عاطفيا اجتماعيا لا أكثر ولا أقل، وغادر. والسيد خالد الشريف موجود معنا. جالس. السيد خالد هل سألني أني نستقيل أمس؟ هذا السيد خالد الشريف وكيل وزارة الداخلية الذي أشكره أيضا، وزير الدفاع. السيد خالد الشريف وزير الدفاع وكيل وزارة الدفاع. السيد خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع الذي جاء مبكرا إلى رئيس المؤتمر وطلب منه الخروج وقام بدور مهم، فأشكره وأشكر أيضا السيد رئيس المؤتمر على الجهد الذي قام به. لكن هذه أول أعمال الافتراء أو ثاني أعمال الافتراء. أول أعمال الافتراء أنهم قالوا لي أنهم عندهم أمر من النائب العام، وأنا أعرف أن أمر النائب العام لا يمكن أن يكون لشخص يحمل حصانة، وأن النائب العام أنا على صلة به وعلى معرفة، ويعرف أنني واعي بدور النائب العام، وإذا طلب مني أن أحضر سأحضر حتى لزيارته أو للحديث معه، مش فهذه كذبة أخرى. فأنا أقول أنا مني على صلة بالسيد عمر المختار أحد أعضاء غرفة الثوار، وعلى تعاون معه خلال الأيام الماضية، وهو شخص أنكر أن أو يعني أفاد بنفي اشتراك غرفة ثوار ليبيا. احنا جتنا من مصادر مختلفة وفي أحاديث مختلفة بعد عملية الاختطاف تكررت أن غرفة ثوار ليبيا وراء هذا العمل. نحن نريد استيضاح هذا الأمر من غرفة ثوار ليبيا، ونريد تبيان الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية. أكدوا لي أنهم من ثوار ليبيا، من غرفة ثوار ليبيا، وأكدوا لي أنهم من جميع أنحاء ليبيا باستثناء الزنتان، وأكدوا لي أن هذا الأمر جاءهم بأوامر من قيادتهم. يا سادة، في فئة من بداية المؤتمر ليس لها هم إلا إسقاط الحكومة دون ذكر مبررات ولا أسباب من أول يوم إلى آخر لحظة. وأنا قلت مرارا وتكرارا الحكومة مستعدة أن تغادر هذا الأمر، ولكن بالوسائل الشرعية وبالوسائل الموضوعية. أيها الليبيون، أيها الشعب الليبي الكريم، هناك من يريد أن يذهب بليبيا في مهاوي المجهول، أن يحول ليبيا إلى أفغانستان جديدة، أو يحول ليبيا إلى صومال جديدة، أو يحول ليبيا إلى ليبيريا، أو إلى الكونغو كنشاسا بعد سقوط موبوتو. يريد أن لا تكون دولة قادرة. عرقلوا عملية تكوين الجيش، عرقلوا عملية تكوين الشرطة. في فترة معينة يقولون لنا أن كل من في الأمن الداخلي حتى لو لم يقم بأي جرم ينبغي أن يبعد. نحن قلنا الكوادر الليبية مهما كانت، الإنسان الذي لم يرتكب جريمة، لم يقترف ذنب، لم يقم بأي شيء، ينبغي أن يكون في مؤسسات الدولة. لما لا؟ القذافي حكم ليبيا بكاملها وتضرر الكثير من الليبيون، جميع الليبيين تضرروا من القذافي، وجميع الليبيين تعاملوا مجبرين مع القذافي. لكن أن نفرز أن أي شخص حتى اشتغل جندي أو اشتغل ضابط ولم يقترف أي ذنب، قلنا من أشرفوا على عملية الزندقة، من قاموا بعملية السجن، من قاموا بعملية التعذيب، ينبغي أن يبعدوا. لكن الذين لم يقترفوا أي ذنب لما نبعدهم من مؤسسات الدولة؟ فأصروا على هذا وهددوا في أوقات معينة. وأنا كنت ظن الجميع أني عندما أتحدث بلغة لينة أن فلان ضعف ولا فلان ارتهن ولا ارتكن، هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق. أنا همي سلامة ليبيا وعدم إراقة الدماء وأن يسود السلم والأمن والطمأنينة. حاولت أن أزرع في أرض تمنيت أنها كانت خصبة. يدعون هؤلاء أني أنا معادي للثوار وأني لا أحب الثوار. أنا لا أعادي أحد، ولكن كوني واجهت بعض من يدعون الثورة
لأنني لن أتنازل لهم في إعطاء حقوق غير حقوقهم. من جاءوا يريدون الأموال، من جاءوا يريدون أن يفرضون علي أشياء رفضتها. هذا حدث. هناك من جاء بسلاحه، هناك من جاء بقنابله، هناك من جاء يهدد بمختلف أدوات التهديد. أنا رفضت هذا الأمر وسأظل أرفضه. نحن نريد أن نبني دولة قانون فيها مؤسسات عامة، فيها أجهزة ضبطية، فيها شرطة، فيها جيش، فيها نيابة، فيها قضاء، وهذه هي التي تحكم. لكن